ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل صينية سمك سنجاري بالخضروات زي ما انتوا شايفين كده. طعمها يجنن وحلوة قوي، وبتتعمل بمكونات سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا اي وقت، واحلى من بتاعت بره بكتير. تابعوا معايا الفيديو للاخر وانتوا تعرفوا احنا عملناها ازاي. اول حاجة انا معايا هنا ده سمك بوري بحر. تمام. انا شارياه كده، هما دول السمكتين دول كيلو بالظبط. تمام. آه هو جايلي متنضف، بس انا طبعا غسلته كويس جدا وصفيته، وهنشفه معاكم دلوقتي كده بالمناديل، علشان لازم وانا بحط عليه التتبيله بتاعته ما يكونش السمك نفسه فيه اي ميه، علشان يعني التتبيله بتاعته تمسك فيه، ما تبقاش يعني ما تبقاش التتبيله سايله فيه. عشان التتبيله تمسك فيه لازم يكون ناشف كويس جدا. والبوري البحري بيبقى طعمه احلى بكتير جدا من البوري العادي، ده اللي بينفع يتعمل سنجاري. معايا هنا توم، يعني 4 فصوص توم مثلا، وهنحط عليهم ملح وكمون. السمك بقى بيحب الكمون، طبعا بنكتر كمون، يعني اكتر حاجة بنحطها الكمون. وبنحط شوية فلفل اسود. تمام. في بهارات اساسية وفي حاجات احنا ممكن نزودها. وفي طبعا بابريكا، اللي عايز يحط شطة يحط. و 7 بهارات، ومعايا هنا شوية شطة صغيرين. تمام كده. يبقى حطينا الثوم والملح والفلفل والكمون و7 بهارات وبابريكا وشطة. معلقتين كده من الصلصة، دي برضو حاجة أساسية معايا. ده هنا أنا كنت جايب مثلا 4 معالق صلصة، بحط معلقتين هنا ومعلقتين بسيبهم للآخر، وشوية خل. ومعايا المستردة، بتدي طعم حلو قوي المستردة، لها دور حلو جدا. ومعايا هنا برضو ده كان شركة ويلز بتنزل بهارات خطيرة بصراحة، منها البشاميل والكفتة والأسماك، دي بهارات السمك حلوة قوي. وفي منها كمان البهارات المحشي، يعني كلها خطيرة. وبحط هنا الليمون. تمام. معلقتين كده كبار من عصير الليمون. وبحط شوية زيت، وبخلط كل ده، يعني الثوم والزيت والصلصة والبهارات اللي قلتلكوا عليها والليمون والخل. البهارات بتاعت السمك اللي احنا عارفينها، يعني تتبيلة سمك عادية جدا. والمستردة طبعا هنا بتعزز الطعم وبتخلي السمك زي بتاع بره بالظبط. بنقلب كل المكونات دي كده ببعض، بنمزجها كويس قوي. طبعا الزيت بيساعد ان التتبيلة تلزق في السمك. وباجي بقى هنا للسمك بتبله كويس جدا، بحط الخلطة في كل السمكة كده، بتبلها كويس قوي. بوزع كده التتبيله على السمكتين، وببدا ان انا بلبس جلافز عشان اقدر ان انا اوزع بسرعه. بوزع كده على كل الاطراف ومن الراس ومن كل حته، بتاكد ان التتبيله اتوزعت على كل السمكه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بلفها بقى بورق فويل وبحطها على صينيه. طبعا انا كان عندي بس مفيش صينيه تكفي الاتنين، فحطيت كل واحده لوحدها عادي. وبحطها بقى تتشمع في الفرن على نار هاديه. ده شكلها كده بعد ما طلعت من الفرن. تمام. ومعايا هنا بقى كده الخضار، معايا بصل متقطع وطماطم و جزر مبشور وفلفل الوان بقى اللي احنا عايزينه. ومعايا هنا بقيه التتبيله سبت منها شويه، وبخلط كده التتبيله على البهارات اللي موجوده، والصلصه اللي كانت موجوده انا زودتها عليها هنا. يعني الصلصه حطيت كله على بعضه بقى، الخضار الصوص اللي كان موجود والصلصة، ووزعته كده. هو على حسب، يعني في ناس تحب الخضار كتير وفي ناس تحب الخضار قليل، وممكن ناس تحط في الصينية من تحت بصل او قصدي بطاطس، كل واحد حر. نحط كده بقى ايه شرايح الليمون، يعني دي بقى اذواق. حتة ان احنا نحط خضار كتيرة وقليل دي اذواق. حتة ان احنا نحط فيه بصل او بطاطس من تحت في الصينية من تحت عادي. ده شكلها بعد ما طلع من الفرن، هي مش محروقة، هو بس الليمون لونه غمق شوية هو والبصل. بس هي في الحقيقة لونها كان خطير جدا وطعمها جميل قوي، والسمكة كانت مستوية جدا وطعمها كان بصراحة والله العظيم احلى من بتاعت بره، وكان طعمها خطير. بس كده، اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.